بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا مشتركاتي القدم وجدد اللي دخلوا معايا في القناة. اليوم راح نخيطوا ونفصلوا مع بعضنا موديل للبنوتات من عمر 8 حتى 10 سنوات. هنا نحتاج 125 من القماش الكتان، نتوما تقدروا ديروا اي نوع من القماش، ونحتاج ازرار، ونحتاج شويه قماش الأوني. احنا راح نفتحوا القماش هذه تاع 125 سنتيم في جهة الطول. راح نقص منه حق 35 سنتيمتر للمانش. فوالا، والمتبقي هذا راح نطويه هكذا عليه 2، ونزيد هكذا على 4. هذه راح نخدم فيها الزر. هنا لازم تحصل على شيء. راح نديرو نصف عرض الكتفين 15 سنتيمتر، فتحة الرقبة 7 سنتيمتر، والخلفية 4 سنتيمتر، نزلت ب4 سنتيمتر، والأمامية نزلت ب8 سنتيمتر. راح ننزل 2 سنتيمتر ميل للكتف. من ميل الكتف راح ننزل طول حردة الإبط، أنا درت لها فيها 15 سنتيم. ربع دوران الصدر درت لها فيه 20 سنتيم، والطول الأمامي 30 سنتيم. وهنا ربع دوران الخصر درت لها فيه 18 سنتيم، وطلعت هنايا ب2 سنتيمتر باش متجيلش القندورة مجونحة. هنا راح نحي الظهر ونخلي الأمام. راح نقص الرقبة الأمامية، وزيد نحي هنايا 1 سنتيمتر من حردة الإبط. هنا راح نحي هذاك الزائد، ونطوي هذه القطعة في جهة العرض على 2. هنايا انا طويته على 4. دخلت ب20 سنتيمتر ودرت هذا الخط ونزلت به هكذا مائل. راح ندير الطول تاع القندورة فيه 55 سنتيمتر. طلعت هنا ب2 ميلان ونقص. فوالا، هنايا دركا نفتح الجنب المغلوق هذا باش تحصلوا على 2 قطع. قصيت 2 أساسا الطول تاعهم 42 سنتيم، العرض تاعهم 8 سنتيم. راح نديرهم حزام للقندور. هنا طويت القطعة تاع المانش هذه هنايا على 4 طبقات. هنايا راح ندير الطول تاع المانش درت له فيه 48 سنتيمتر باسكو هنا فيه لاستيك. هنايا راح ننزل ب8 سنتيم وندير هذا الخط. هنايا راح ندير طول الخط هذا في 20 سنتيم وندير إشارة. راح ننزل في الأسفل المانش راح ندير لها فيه 15 سنتيم ونوصل هكذا بخط. هنايا راح نقسم هذاك الخط على 2، نطلع ب1 سنتيم وننزل ب1 سنتيم. هنايا طويت القطعة على 2 طبقات. هنايا الطول تاعها 20 سنتيم. هنا راح ندير فتحة الرقبة درت فيها 7 سنتيم ونزلت ب8 سنتيم ودرت هذا القوس، يعني نرسم نفس الرقبة تاع القندورة. هنايا راح ندخل ب8 سنتيم. هنا تحبوا ديروا 8 6 سنتيم كل واحد كيما يحب. وانا بقى ندير 8 حتى نهاية القماش هكذا، ونرسم هذا الخط. هنايا راح نجي هنايا
ندخل ب2 سنتيمتر ونوصل هكذا بخط مائل. هذاك راح نقصها فوالا. هنا قبل ما نقص نزيد ندخل بواحد سنتيم باش تجينا شويه دائريه فوالا. هكذا راح نتحصلوا على زوج تاع ليكول فوالا. جبت هذيك القطعه اللي بقات لي من القماش، راح نجيب هذا الكول هنا. شوفوا البنات هنا راني درت له لا فيزلين فوالا. دوك نحطو هكذا وجه على الوجه ونروح ندير خياطه هكذا. هنا راني خيطت الكول في جهه واحده، نحي هذا الزايد هذا فوالا. ونزيد نكرونتي باش ما يدور لي الكول بسهوله. هكذا راح نقلب القماش هكذا ونخرج لي كوان هذا اوكل بالمقص. بعد ما درت الزوايا دوك ندير لها خياطه سائر داير. هنايا بعد ما ثبتها بالخياطه دوك نروح نقص هذا الزايد فوالا. انا راح جبت جوج سفلي تاع القندوره وجبت الزدر، راح نحطو هكذا الوجه على الوجه، والزايد تاع القماش ديروه ديبلي. هنا راني خيطتها تحصلوا هذا الشكل. دوك راح نديرو هنا المنتصف باش نحطو الكول هكذا ونزيد الثاني في الجهه الاخرى ثاني نحطو نفس الشيء واحكموها البنات بلي زيبانجل وندير عليه خياطه. انا راح البنات كيما شفتوني حطيته راح نفوت عليه بالخياطه هكذا ونعدل باش ما تجينيش وحده طالعه على الاخرى. ونتحصلوا على هذا الشكل فوالا. نحيت شريط العرض تاعو 3 سنتيمتر، راح نسجف به الرقبه، نحط هكذا وندير خياطه. دوك راح نقلب هذاك البي على الوجه تاع القندوره هكذا وندير خياطه. هنايا بعد ما خلصت الخياطه تاع البي نتحصلوا على هذا الشكل. نجيب هذوك الاشرطه تاع الحزام، نجي هنا في القصه تاع الخصر راح نطلع ب2 سنتيمتر ونحط هذا الشريط ونخيطه، ونفس الشيء في الجهه الاخرى ثاني. انا راني خيطهم في زوج. دوك راح نجيبوا الظهر نحطوا هكذا الوجه على الوجه ونروح ندير خياطه. هنا راني جمعت الكتفين وزيد سجفت الرقبه الخلفيه. دوك راح نجيب اليمانش نحطهم هكذا منتصف مع منتصف ونخيط. بعد ما خيط المانش دوك نجيب بلاستيك الطول تاعو 15 سنتيم فوالا. انا خيطت لاستيك في الجهتين تاع المانش ونتحصلوا على هذا الشكل. دوك البنات راح نجمعها كامل بالخياطه وتشوفوها واجده.